السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في لحظة جديدة من لحظة طمأنينة. خليني أسألك سؤال، لو ربنا غفر لك ذنبا، هل ده آخر درجات الرحمة ولا في فضل أعظم من المغفرة؟ النهاردة هنتكلم عن اسم من أحب أسماء الله سبحانه وتعالى إلى القلوب، وهو العفو. احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اسم الله الغفور، وقلنا إن ربنا بيغفر الذنب وبيستر صاحبه ومش بيفضحه، ولكن العفو أوسع من كده بكتير. العفو إن ربنا بيمحو الذنب نفسه وكأنه لم يكن. العلماء قالوا المغفرة فيها ستر، أما العفو ففيه محو. عشان كده لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تأمل، ما قالهاش اغفر لي، قال اعفو عني، لأن العفو أعلى. تخيل معايا لو في ورقة مكتوب عليها خطأ، المغفرة كأن الخطأ ده بس اتغطى وما بقاش ظاهر، لكن العفو كأن الكتابة نفسها اتمسحت ورجعت الورقة بيضة من جديد. وده مجرد مثال يقرب المعنى، أما عفو الله فأعظم وأوسع وأشمل من كده بكتير جدا. وربنا سبحانه وتعالى جمع بين الاسمين في القرآن فقال: إن الله كان عفوا غفورا. سبحان الله، بيغفر ثم يعفو، يعني بيستر الذنب ثم بيمحو أثره. ومن أجمل القصص قصة الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه، لما تخلف عن غزوة تبوك اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة وكان صادق ومكدبش وما قدمش أعذار، لكنه تاب إلى الله بصدق وظل 50 ليلة في اختبار شديد جدا، حتى أنزل الله من فوق 7 سماوات قبول توبته. وهتفضل تقرأ الآيات دي إلى يوم القيامة. شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى، ما اكتفاش ربنا انه غفر له، بل خلت توبته في كتابه سبحانه وتعالى. يعلم كل مذنب ان باب الرجوع مفتوح، بس اصدق في التوبة. وأجمل من كده الحديث القدسي العظيم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، المشكلة أوقات مش إن رحمة ربنا قليلة، المشكلة إن إحنا بنقيس ربنا على حساباتنا كبشر. البشر ممكن يسامحوك مرة واتنين وبعدها يقولوا خلاص، لكن ربنا هو العفو. يمكن في حد يسمعني دلوقتي حاسس إن ذنبه كبير قوي، أو إنه بعيد، أو إنه خلاص ما بقاش ينفع يرجع، لكن اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها إلا من مات على الشرك ولم يتب، أما من رجع فباب الله مفتوح دايما. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغفر كل حاجة إلا الشرك بس، لو مات عليه صاحبه. بس خد بالك، العفو مش دعوة إننا نستهين بالذنب، لأ، العفو ثمرة التوبة الصادقة. قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني ترجع وتندم وتحاول، ولو وقعت تقوم تاني، وحتى لو غلطت
توب 1000 مرة، وربنا دايما فاتح الباب. غمض عينك لحظة وافتكر الذنب اللي كل ما افتكرته قلبك يوجعك، يمكن محدش يعرفه غيرك وغير ربنا سبحانه وتعالى. يمكن كل مرة تقول يا رب سامحني ترجع تقول لنفسك أكيد مش هيسامحني، لكن لو كان ربنا أراد يطردك ما كانش فتح لك باب التوبة، ما كانش خلاك تسمع الكلام ده دلوقتي. لو كان أراد إن يحرمك ما كانش حرك قلبك للرجوع دلوقتي. طالما قلبك لسه بينادي يا رب وبيعترف بالذنب، فاعرف إن الباب مازال مفتوح، وإن ربك هو العفو الذي يحب أن يعفو. أنا هدعي وأمن ورايا. اللهم يا عفو يا كريم يا واسع الرحمة، نسألك عفوا يمحو ذنوبنا ويطهر قلوبنا ويبدل سيئاتنا حسنات. اللهم لا تجعل بيننا وبينك ذنبا إلا عفوت عنه، ولا عيبا إلا سترته، ولا توبة إلا قبلتها، ولا قلبا منكسرا إلا جبرته. اللهم اجعلنا ممن إذا أخطأ رجع، وإذا رجع قبلته، وإذا تاب أحببته، ولا تجعل الشيطان يقنطنا من رحمتك أبدا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واعف عن والدينا وأهلينا وأحبتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وموتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، واعف عنا جميعا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت العفو الغفور الرحيم. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإذا أخطأت فلا تهرب، وإذا تبت فلا تحمل ذنبا قد عفى الله عنه. اكتب في التعليقات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وابعتها لحد ممكن محتاج يعرف إن باب ربنا لسه مفتوح. واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد من لحظة طمأنينة. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفعلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.